ورحمة الله وبركاته. ضمن برنامج رمضاني هنعمل عصير جامد جدا ومفيد جدا ومغذي جدا. عصير في متناول الجميع. برتقان أسعاره حلوة، الجزر سعره 5 جنيه. ده هتبقى مكوناتنا يعني. الجزر سلقناه سلقة كويسة، وهو موجود عندنا، سيبناه برد كده. وعندنا دول 10 كيلو برتقان، ودول 3 كيلو جزر. البرتقان طبعا معصور، عصرناه و اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. طبعا ست البيت هتعصر، او انتوا هتعصروا باي طريقه انتوا عارفينها يعني، سواء بالعصاره الكهرباء، سواء بايدينا، سواء باي حاجه. المهم نعصره. دول المكونين اللي بنعمل منهم العصير بتاعنا الطازج المفيد، اللي مغذي وحاجات اقتصاديه جدا. عصيرنا هناخد نملى الخلاط عصير برتقال من اللي احنا عاملينه دوت، وهنحط عليهم يبقى نسبة وتناسب يعني، او في الاخر احنا بنخلطهم وبنضربهم مع بعض، بنقلبهم مع بعض كلهم عشان تبقى العملية مناسبة. ده كده الكمية بتاعتنا اللي احنا حطيناها في قلب الخلاط. بنضرب العصير المغذي المفيد بتاعنا، حاجة قيمة غذائية عالية جدا. عشان نسيبنا، طبعا لازم نسيبنا من الالوان الصناعيه اللي هتبقى في الشوارع اليومين دول. فاحنا عصيرنا نعمله في بيتنا وبطريقتنا، مضمون وصحي. بنديله كوبايه سكر او اقل من الكوبايه، حسب المزاج يعني، حسب ما يتراءى لكم يعني، او حسب الطعم اللي انتم بتحبوه معسل او بتحبوه وسط، او بتحبوه سكر قليل. انا بنضربه كده، هنوريكم عشان نشوف ال10 كيلو برتقان عملوا لنا كام كيس او كام وجبة رمضانية. ده اول شفشة. هننزل نعبي الشفشة الثاني. ما شاء الله يعني، ال10 كيلو برتقان مع ال3 كيلو جزر هيعملوا لنا كمية مناسبة جدا وجميلة جدا، تكفي أيام. هننزل ب2 جزر. الجزر احنا خليناه بالمية بتاعته علشان القيمة الغذائية اللي فيه ما نفقدهاش. هننزل بكوب سكر، او كوب يعني مش هننزل كوب طبعا كامل، بدي كوب الا ربع، علشان زي ما قلنا السكر كتير، وفيه اللي بيحب السكر قليل. فهنحاول بقدر الامكان نخف من السكر علشان، وبعد كده سهل في ايدينا يعني، اللي شايف ان هو كده او عايز سكر بيحط على كوبايته. فانا هخفف، هتبقى نص كوبايه سكر. وعشان نتحكم، بصوا الشكل واللون جميل ازاي، حاجه رائعه يعني.
زي ما احنا كده شغالين لغايه ما نضرب الكميه كلها، وبعدين نفضيها في الاواني بتاعتنا، وبعد كده نرجعها نقوم حاطينها نعبيها في الاكياس بالكميات المناسبه بينا طبعا المناسبه. وعلى فكره العصير ده كده مركز، يعني مفيش عليه اي اضافات ميه. فلما هنيجي نعمل بقى ونضرب نطلع الكيس يفك ونحطه في الخلاط نضربه، نزود له جزء ميه وجزء سكر ونشوف الطعم والتست اللي هو مناسب لينا، ونشتغل عليه او نشوف الطعم اذا كان سكره قليل، اذا كان سكر. شايفين اللون بتاعه جميل ازاي؟ لون رائع، يعني الجزر مديله حاجه، يعني لون يجذب، لون جذاب. نكمل دايرتنا. كده ده احنا حطينا اخر شفشه، هحط عليه سكر لان انا عديت 3 شفاشف ما حطيتش فيهم سكر. قلنا انه عشان عمليه السكر ما يبقاش عالي قوي، ونتحكم فيها كل واحد حسب الكميه اللي هو عايزها، السكر اللي هو عايزه، فمخليه مظبوط او وسط يعني. يعني كده ده اخر شفشه، حطيت له كوبايه سكر وبنضربه عشان نكمل العصير المركز بتاعنا الجامد قوي قوي، واللي فوائده الغذائيه فايدته الغذائيه عاليه قوي قوي. وهنحط نكمل الحله بتاعتنا. حبايبنا خلصنا العصير بتاعنا وعبيناه في اكياس كده، عمل لنا 7 اكياس عصير مركز. هنطلعه من الفريزر نسيبه يفك، وبعد كده نزود له شوية مية صغيرين ونزود له السكر، نتحكم في السكر بتاعه. هتبقى ما شاء الله يعني عصير ملوش حل. انا صبيت كوباية علشان اتذوقه واطمن على الشغل بتاعي، اشوف الدنيا عاملة ايه. وما تنسوش يعني تدعمونا وتشتركوا في القناة وتعملوا شير للقناة وتدعوا أصدقائكم وحبايبكم علشان تلاقوا كل ما هو جديد. أدوق وأقول لكم إيه النظام. حكاية بس ده أنا بشربه مركز، عايز يتخفي شوية صغيرة قوي، ونتحكم في السكر زي ما احنا عايزين. زي ما قلت لكم ما تنسوش تدعمونا، دعمكم مهم جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين ومع السلامة.